اوعي تستخدمي ليفه المواعين دي تاني، لو عندك قومي حالا ارميها في الزباله عشان تتجنبي الامراض. ليفه المواعين دي بيئه رطبه مناسبه لنمو البكتيريا، وبدليها بسبونج المواعين من جرين واي، حقيقي خطيره. هي بتبقى على الوشين، ناحيه ناعمه وناحيه خشنه شويه لبواقي الطعام بقى الشديده، الستانلس والحاجات ديت خليها لكم بربرق وبالميه بس. اما بقى لو بتحبوا الرغاوي كده زيي، فصابونه الليمون بدون اي كيماويات للبشره الحساسه. لو عندكم اي مشاكل في ايديكم مش بتنشف الجلد، حقيقي خطيره. بصوا المواعين طالعه عامله ازاي، بجد تحفه وبدون اي منظفات، وهتوفروا حقها وهتحافظوا على ايديكم وهتحافظوا على مواعينكم وكل حاجه بسبونج المواعين بجد من جرين واي مع صابونه الليمون اللي كلها زيوت طبيعيه. ومش بس كده، انا بغسل بيها الحنفيه والحوض والرخامه وكل حاجه، بتخليها فله ومش بتحتاجوا تغيروها كل شويه. دي ممكن تقعد معاكم لحد سنه وسنتين كمان لو حافظين عليها. شوفوا النظافه والجمال وبدون اي كيماويات خالص. اما بقى فوطه الخضار والفواكه، بصوا بجيبها بغسل بيها الخضار والفاكهه بدون بقى ما تحطوا خل، لان الخل اصلا بيغلي الخضار مش بيخليه كده منعنش وحلو. بصوا بقى الجمال ده كله، بصفيها على فوطه الامتصاص من برده جرين واي، وبغسل الخضار والبطاطس والبطاطا والجزر والحاجات اللي هي فيها تراب اكتر بالناحيه الخشنه. واخر حاجه بغسل الفوط بصابونه النعناع بدون اي كيماويات خالص، ولا هتشموا ريحه فوط مكمكمه ولا هتشموا اي ريحه وحشه، هتشموا بس ريحه النظافه في بيتكم بدون اي منظفات.